بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وتكريما وتعظيما للقلم وللكتابة قال الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. كل عام وحضراتكم بخير. أوشكت امتحانات دبلوم الخط العربي بشقيه الدبلوم العادي ودبلوم التخصص على الانتهاء. هذه واحدة، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. على فكرة احنا مش عايزين برضه نطول في الكلام. المهم احنا كنا توقفنا أو انتهينا في الفيديو السابق بحرف اللام ألف الذي له أشكال كثيرة ومتعددة، لكن احنا اخترنا منه الشكل ده وعرفناه واتكلمنا في هذا الشكل. عايزين ناخد النهارده حرف الياء علشان نختم بيه حروف الكوفي الفاطمي، وبرضه هنقول ان حرف الياء انتقينا منه شكل واحد ولكن هو له اشكال متعدده كثيره جدا. حرف الياء له اشكال كثيره متعدده وكثيره جدا، لكن احنا هناخد النهارده حرف يعني احنا انتقيناه كده بحيث برضه ان هو يشتغل معانا، وان شاء الله اذا كنا متواصلين ممكن ان احنا نتطرق لاشكال ثانيه في الحروف كلها او على حسب ما تقتضيه الحاله وعلى حسب ما يقتضيه يعني رغبه حضرتك. المهم علشان برضه ما نطولش عليكم، يلا بينا نبدا في شرح حرف الياء في الكوفي الفاطمي. يلا بينا. اذا يلا بينا نشوف احد اشكال حرف الياء في الخط الكوفي الفاطمي. برضه احنا بنعمل كده حاجات بسيطه برضه عشان بس ايه يكون في الى حد ما سرعه في الاداء وما نطولش اكتر من اللازم. احنا بنيجي بنحط نقطه كده معينه ونفترض ان هي النقطه دي البرتقاليه دي كده. من النقطه ديت انا بنجيب المثلث اللي هو 60 درجه. عندنا نوعين من المثلثات. عندي ده مثلث ده 30 60، الزاويه دي 30 60، الزاويه دي طبعا 90، مجموع زوايا المثلث 180 درجه. المثلث ده بنسميه 45 لان الزاويه ديت 45 دي 45 دي 45، الزاويه دي برضه 90. لكن احنا هنعمل الزوايا بتاعتنا او الخطوط بتاعتنا بزاويه 60، يبقى هنحط المثلث بتاعي عند النقطه دي كده اهو كده اهو عند النقطه دي هنعمل زاويه 60 اهي بالشكل ده، يبقى انا عملت زاويه 60 اهو. ثم من الخط بتاع الزاويه ديت هنبدا نخش منه 8 4 8، برضه المسطره مقسمه 8 4 8 اهو. نخلي بالك ما نجس كده يطلع المقاس مش مظبوط، لا لازم الخطوط دي تمشي مع الخطوط دي. يبقى عندي 8 4 8 بناخدهم في مكان تاني تحت كده علشان برضو تبقى خطوطي منتظمه. هيبقى ادي 8 4 8. نوصل الخطوط دي مع بعضيها اهي خطوط مساعده، وبعدين هنبين الحرف في الاخر. يبقى على بعد 8 عملت خط اهو، وعلى بعد 4 ادي خط كمان خطوط مساعده، يبقى دي 8 بعديهم 4 وبعدين 8 كمان اهو 8. يبقى مشيت 8 4 8 من الخط ده اهو من الزاويه اللي هي 60، الزاويه دي 60 درجه. طيب هنيجي خلي بالك بقى، انا عايز بس نقول حاجه معينه. الطول ده اختلف فيه يمكن البعض، وهو برضه اختلاف من اجل المصلحه يعني. فالبعض قال ان الارتفاع ده اهو من اعلى صلب السطح ولحد الارتفاع ده، البعض قال انها الارتفاع ده 32 مللي من هنا لهنا، البعض قال 32 مللي يعني اقل من هنا بشويه، والبعض قال انها 44 مللي يعني فوق شويه، والبعض قال انها 40 مللي. يبقى البعض قال انها 32 هذا الارتفاع من هنا لغايه هنا قال 32، البعض قال ان هذا الارتفاع 44 يعني يعلى شويه فوق، والبعض قال ان هو 40. تمام؟ فاحنا خدنا على الارتفاع اللي هو 40 اللي هو الوسط، لا نزلنا 32
ولا طلعنا 44 وان كان هذا يصح. الطول ممكن يكون 32 والطول ممكن يبقى 44 طبقا للحروف اللي مع حرف الياء. طولا يعني بتطولها شويه او بتقصرها شويه، ولكن احنا خدنا المتوسط هو 40. يبقى اللي انا عايز اقوله لك ان من هنا لهنا اهو الحته دي كده من اعلى، قلنا ده صلب السطر وهننزل، يبقى من اعلى صلب السطر السهم اهو من اعلى صلب السطر لغايه هنا الشويه دول اهو الاحمر اهو 5 في 8 يعني 8 سمك 5 مرات يساوي 40 مللي. ده المقاس اللي انا فضلته اللي هو الارتفاع ده. يبقى ده كان الارتفاع لغايه هنا اهو، الارتفاع لغايه هنا برضه نعمله كده بلون تاني لان ده يعني خط مساعد اهو. يبقى الارتفاع ده مقداره 40 مللي. ننتبه لحاجه مهمه جدا برضه، في بعض الخطوط بنعملها ما بتخشش في الرسم ولكن بنستعين بيها. زي ايه؟ انا عايز نعمل على النقطه دي، انتبه معايا، عايز نعمل على النقطه الحمراء دي زي ما خدت من النقطه دي الزاويه 60، عايز نعمل من على النقطه ده مع الخط ده اهو زاويه قايمه مقدارها 90 باي مثلث. يبقى انا بفضل يعني هنحط المثلث بتاعي كده اهو ماشي مع الخط اهو بالشكل ده كده، ونيجي نعمل هنا زاويه من هنا كده اهي. الزاويه ديت الزاويه ده اهي مع ده اهي مقدارها 90 درجه. طيب ليه؟ لان انا عايز ننزل من الخط مش من درج، ننزل من الخط ده اهو بتاع الزاويه 90 ننزل منه 4 اهي اللي فوق دي من الخط ده هنطوله شويه اهو. يبقى الخط ده اهو ده كده زاويه 90 هنا، هننزل منه 4 اهي من هنا لحد هنا 4 وننزل 8 وبعدين ننزل 4 كمان اهو. ناخدهم في الناحيه الثانيه برضه عشان بس يبقى الخطوط منتظمه. ادي 4 ادي 8 ادي 4 اهو. نوصل الخطوط دي مع بعضيها بقى باللون بتاعنا او هي عشان مش هتخش في الرسم نخليها بالخطوط دي. يبقى نزلنا 4 اهي، بعد ال4 نزلنا 8 اهي، بعد ال8 نزلنا 4. يبقى اللي انا نزلته هنا 4 و8 و4 ايه من الخط اللي عامل زاويه 90. مركز معايا، هنيجي هنا اهو هنا ما انا عندي ده 4 وكان هنا 4، هنعمل ربع دايره بدايره 8 ربع دايره، وهنا اهو ربع دايره بدايره 24 كده. وهنيجي عند النقطه دي نوصل دي مع دي كده، نعمل حليه كده اهو بهذا الشكل. خلاص هنيجي انا نوصل بقى الاجزاء دي كده مع بعضيها بهذا الشكل، باجيبها بقى بشكل اوضح شويه اهو. نزلنا كده عشان هنظللها بعد كده. نزلنا هنا كده وهيبقى النزول بتاع لحد هنا بس كده اهو، وبعدين ننزل بده كده كمان، وبعدين الحته الاخرانيه هننزل بيها. ممكن يبقى كويس كده تمام. طيب يبقى الزاويه دي كانت 90 وخدنا منها الخط ده اللي احنا خدنا منه 8 4 8 وعملنا عليها زاويه 90 نزلنا منها 4 8 4. هنيجي نطلع هنا اهو، نطلع من الخط ده نطلع 4 مللي من الخط ده اهو، من الزاويه دي 4 مللي اهي. طلعنا 4 مللي. مكان تاني اهي ادي ال 4 مللي، ناخد الخط ده كده بالشكل ده. يبقى الشويه اللي احنا طلعناهم من هنا لهنا دول 4 مللي اهو. وهنيجي نطلع لفوق من اعلى صلب السطر نطلع 4 لغايه هنا. هو يهمني في الاربعه دي والاربعه دي نقطه التقاطع ده اهي، نقطه التقاطع ده اهي دي. ليه؟ هنيجي ننزل بدي كده بهذا الشكل هنوصلها لها كده،
وهنيجي نكمل ديت كده بهذا الشكل اهي، وهناخد ديت نوصلها بدي كده لغايه كده بس. طيب يبقى الجزء اللي اتعمل انا عايز بس انا عايز ان هو ايه نظلل الجزء ده للبيان يعني عشان تبقى باين. الجزء اللي احنا نسيناه يعني ديت معانا اهي كده. معانا دي كده اهي. يبقى الجزء كده اصبح الى حد ما واضح معايا. نكمل هنيجي نخلي بالي شويه، هنيجي من الحته ده اهي نقيس منها 20. نقيس منها كام؟ نقيس منها 20. عندي 8 و4 و8 يبقى 20. 8 8 16 24. ده هنقيس من اول اهي الحته دي كده لغايه هنا اهو، الحته ديت 20 كده. يبقى من اول هنا لغايه هنا ديت ايه؟ 20 مللي اهي، من هنا لغايه هنا 20 مللي. وبعدين نطلع بعد ال 20 دي نطلع 8 كمان. بعد دي من هنا لهنا 20 وبعدين طلعنا كمان 8 اهو. يبقى الشويه دي احنا طلعناهم دول 8. يبقى 20 من هنا لغايه هنا وبعدين طلعنا 8. هنطلع فوق 4 برضه عشان طلعنا فوق 4 هنا اهو اهي، من هنا لهنا 4 عشان بس نعمل ترويج. هنيجي من النقطه دي نوصل دي مع دي كده ونطلع ديت مع دي كده اهي بهذا الشكل. نوصل بقى الجزء ده مع بعض بهذا الشكل ونوصل الجزء ده كله كده مع بعض. بس نبين الشكل بقى كاملا. يبقى هنظلل بقيه الشكل. يبقى ده نخلي بالك ان الحته ديت مفتوحه الحته دي كده. يبقى ده كده حرف الياء. يبقى اذا احنا بنقول حرف الياء، حرف الياء. طيب نشوف بقى حالات حرف الياء. له 4 حالات، ولكن في حاجتين اللي احنا بنقول عليهم. اولا المفرد، حرف الياء مفرد زي هدى. يبقى ايه هي الياء اهي بالشكل اللي احنا عاملينه، او شاي اهي برضه اهو بالشكل ده كده مفرد ما تشبكش في حاجه. طيب يجي متصل منتهى زي كلمه علي، يبقى انا هنا اهو في جنبيها حرف العين ونوصل. بس في حاله اتصاله عشان يبقى متصل منتهي لا، يبقى انا عندي الجزئيه دي كده الحته ده بتنشال ونوصل جنبيها اهو. يبقى هنا بنقول عليه متصل منتهي، والحته دي بتنشال انتبه اهو. العين جنبيها وروح ايه او اللام في كلمه علي وهكذا، او كلمه عربي جنبيها باء وبرضه بتنشال الحته دي. يبقى في حاله ان هو متصل منتهي الحليه ديت بتنشال مفرد، الحليه ديت موجوده معانا. طيب نفترض ان الحرف ده جه مبتدئ متصل، يعني هو في الاول ياء في الاول، يبقى هيجي وكانه حرف الباء وكانه حرف الباء. يبقى هنعمله اللي هو بدايه حرف الباء مثلا اللي هو ده كده، ونروح مكمل بعديه وحاطط نقطتين تحتيه، او وسطي او بخيط مثلا حرف الياء في النص، يبقى برضه هو ده. يبقى حرف الياء اذا كان مبتدا متصل او وسطي هو حرف الباء بس تحتيه نقطتين. اما اذا كان حرف الياء مفرد يبقى كده اهو قلنا هدى شاي اي حاجه.
طيب متصل منتهي، اتصل بحرف قبليه العين وبعدها اللام عشان نكتب كلمة علي، يبقى بنشيل الجزء ده كده اهو بنوصل قبليه. كلمة عربي مثلا العين مع الراء وبعدين الباء مع الياء، يبقى ده كان آخر حرف في حروف الكوفي الفاطمي، اللي احنا يعني ايه اذا كان الحرف بيشتغل معانا في زي الصاد مثلا يعني بيشتغل في الاربع حالات فاحنا حطيناه. لكن في بعض الاحيان الحرف الواحد وخصوصا حرف الياء وحرف اللام الف الاشكال متعدده، بس احنا خدنا حرف يعني يشغلني سواء للطلبه اللي بيمتحنوا او حتى الناس اللي بتعمل حاجه. بس لا، الخط مجال واسع، عايز انت عندك انت يعني ثقافه خطيه واسعه، علشان لو حبيت تعمل لوحه او حبيت تعمل حاجه يبقى برضه انت بتختار اي شكل من اي نوع من انواع الحروف يتناسب مع اللوحه اللي انت بتعملها. احنا مش عايزين نطول عليك، لكن يعني حلو ان احنا خلصنا حروف الكوفي الفاطمي. وان شاء الله يبقى احنا الكوفي المصحفي ما خدناش كل الحروف، ممكن نبدا نرجع عليها، لكن المهم يعني احنا متواصلين مع بعض وتحت امر الناس فيما يتعلق بالخط العربي، لان احنا بيهمنا الاهتمام بالخط العربي، وكل واحد يستطيع ان يخدم الخط العربي فليخدم الخط العربي. يعني ان شاء الله الى لقاء قادم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.